اهلا بيكم. اوقات كده بنبقى عايزين نعمل حاجه حلوه وسريعه قوي، وكمان تكون خفيفه وطبعا مش مكلفه. ايه رايكم لو عملنا مع بعض البغاشه بطريقه سهله جدا جميله جدا نتيجتها مضمونه؟ لو اول مره تشوفوني انا هاله، يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو عجبكم فيديو ان شاء الله. مبدئيا هجيب عندي كوبايه ونص من الدقيق المنخول. يعني انا نخلت الكوبايه ونص واستخدمتهم. هحط عليهم حوالي 3 معالق كبار زبده لينه بدرجه حراره الغرفه، يعني انا سايباها بره التلاجة. عايزه اقول لكم مقاديرها سهله جدا وبسيطه جدا وموجوده عندنا كلنا، يعني مش هنضطر نشتري حاجه خالص من بره. هبدا بقى اغلف الدقيق بتاعي بالزبده كويس قوي، يعني آه، اعجن كده لحد ما احس ان كل حته في الدقيق بتاعي اتغلفت بالزبده. الخطوه دي مهمه جدا. هبدا بايدي كده اعجنه بسيط كده لحد ما كل ذره في الدقيق تتغلف عندي بالزبده. زي ما انتم شايفين كده بقى عامل زي الرمل المبلول. دي المرحله اللي انا عايزاها. كده خلاص بقى. هبتدي عندي اضيف حوالي رشة من الملح، يعني زي ربع معلقة كده صغيرة من الملح. وكمان عندي المية تدريجيا هضيفها، عندي كوباية الا ربع مية هضيف منها تدريجيا. انا هنا استخدمت نص كوباية بس كفتني للمقدار دوت. برضو بيبقى على حسب نوع الدقيق، فاحنا نخلي معانا كوباية الا ربع ونضيف تدريجيا كده لحد ما العجينة تلم معانا. هبتدي اعجن تاني بقى كده، وفي المرحلة دي انا بلم الاول العجين بتاعي. زي ما انتم شايفين كده كل ما البوله تبدا عندي تنضف وايدي تبدا يخرج منها العجين، كده معناه ان خلاص العجينه بدات تتعجن وتتلم معايا كويس. العجينه هنا هفضل اعجنها. العجينه عندي مش طريه قوي ومش ناشفه قوي، حاجه وسط كده يعني. حلوه، عجينه حلوه يعني معقوله. خلاص كده انا عجنتها. هغطيها بقى واسيبها ترتاح. ونخلي بالنا العجينه عندي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، يعني مش تخمر. اسيبها ترتاح شويه عشان اقدر افردها كويس، يعني حوالي نص ساعه راحه كده للعجينه او ربع ساعه. وبعد كده بقى هبتدي اجيب النشا واحطها على الرخامة وابدأ افرد عليها العجينة بتاعتي. خلي بالكم العجينة حلوة جدا وما شاء الله، كمان لما ارتاحت اللهم بارك بتتفرد معايا بسهولة وجميلة جدا ومش بتلم تاني يعني. هبتدي افردها بقى كده على شكل يعني يكون الى حد ما مستطيل على قد ما اقدر. انا هنا بفرد العجينة برقها على قد ما اقدر، برضو بخلي سمكها رفيع جدا لان انا هعملها طبقات. احاول بقى اظبط كده زي ما قلت لكم تكون بشكل مستطيل الى حد ما. هبتدي اديها طبقة تاني من النشا وهاخدها نصين، هطبقها نصين. وبعد كده هدي شوية كمان من النشا واخدها نصين تاني. وهاخد بقى اخر نصين بعد ما حطيت نشا برضو. شايفين كده انا طبقتها ازاي؟ هبتدي بقى احط عليها نشا وافردها تاني. طبعا كل التطبيقات اللي انا حطيت ما بينها نشا دي بتديني توريقة جميلة جدا جدا في الاخر. يعني هي من الاخر سر التوريقة اللي بتطلع معايا في البغاشة. هبتدي افردها برضو بشكل مستطيل. وهنا انا بفردها كده بالشكل المستطيل ده علشان لما اقطع معايا في العجينة ما تهدرش معايا كتير. يعني الى حد ما يكون الشكل متساوي عشان ما يبقاش فيه هدر في العجينة كتير. انا استخدمت هنا قطعه كده يعني زي ما يكون متوازي مستطيلات يعني. انتوا تقدروا تستخدموا اي قطاعه مربعه مدوره، ممكن اقطعها بالسكينه. انا استخدمت القطاعه دي بس علشان ما تهدرش معايا كتير في العجين، لانها بتاخد الزوايا كمان. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي قطاعه، او ما فيش قطاعه كمان نقدر نقطعها بالسكينه. عشان كده بقول لكم اعمليها مستطيله، فهنقطعها مربعات بالسكينه عادي خالص. هقطع بقى الكميه بتاعتي كلها، وعادي جدا اللي هيطلع ده ممكن اخده اعجنه تاني وافرده وبرده اقطعه، مفيش اي مشكله. طاسه بقى عندي على النار يكون زيت كده غزير وتكون الزيت سخن. هنزل فيه بقى بوحدات البغاشه بتاعتي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك بتنفش بشكل جميل جدا. هنزل بقى بالكميه بتاعتي. طبعا كلهم هي عملت معايا ما شاء الله كميه كبيره قوي.
100 كوبايه ونص بس دقيق. لا انا هنزل بقى كده بشويه منهم، هاخدهم تدريجيا كده على الزيت عشان مش عايزه الزيت عندي برضو يبرد. هبتدي كده اقلبها على الوش التاني كده لما تاخد اللون الذهبي الحلو الفاتح ده. اللهم بارك، حلوه جدا جدا. بس بعد كده بقى تاخد اللون الذهبي من الناحيه التانية وهطلعها، اصفيها بقى كويس من الزيت وانا بطلعها. ويستحسن يعني لو عندي مناديل مطبخ احطها عليها علشان ما يبقاش فيها اي زيت زياده. وهخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، هقلي الباقي بقى في الزيت برضو كده واطلعه. وهي سخنه بقى كده هبتدي ارش عليها شويه من السكر البودر، واقدر احط عليها بقى كمان نوتيلا. آه بتبقى حلوه قوي بالسكر البودر، بتبقى اخف حاجه يعني، انا بحسها خفيفه جدا وجميله. بصوا هشه ومورقه، جميله سهله قوي سريعه قوي، حلوه يعني تفتح النفس بجد. واهم حاجه ان هي كمان مش مكلفه. متنسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو.